وش طبيعة عملك اللي أنت في تطور فيه؟ سيبيار الظاهر، نوقف شوية. الواحد لما يكون موجود هنا يخدم ضيوف الرحمن فهذا فخر، فما بالك لما الله سبحانه وتعالى يختصك بأداة مهمة في داخل بيته لضيوفه. كصحة أنا ما كانت أصلا في بالي إني حتى أدخل في أمور صحية، ولا حتى لصقة ما أحبها، لكن الوالد الله يغفر له ويرحمه لما تعب شفت إني أمي لا أقرأ ولا أكتب في أمور حاجات بسيطة، يعني متى الوالد يكون مثلا سكره نازل، متى يكون تعبان، متى. فبدأت عملية دورات إسعافية في الإسعافات الأولية، في الدورات البدائية للشخص اللي ممكن يقوم فيها في مهام في أمر بسيط. شوف هي في قاعدة ومن أحياها كمان، هذه آية قرآنية أنا مخليها قاعدة، وهذا العام الرابع لي في الحرم مشارك في موسم الحج. أحيانا في بعض الناس يقول لك أنت شيء غلمي لايقة لكنك دفعة عربية، لا والله بالعكس، إني أحس إني مرتفع في هذه الحالة، فخر ونعمة الحمد لله. عاد يمر علينا حالات متكررة وبعض المهام تحس انها روتين يومي خلاص صارت، لكن تختلف من حاله لحاله، توقيت توقيت، والحمد لله. احيانا تجيك الحاله وانت خارج رايح البيت فتضطر تكمل معها. بالذات يوم الجمعه احب اجي فتره الصباح، صلاه الجمعه بيكون في زحام في الحرم، فاحب ما اضيع يعني الفتره هذه، يكون في حالات تحتاج، يكون في شيء اخوان يحتاجوا مسانده، فاحب اكون موجود. بصراحه نحن عندنا دوام محدد، لكن انا ابو وليد يبالغ شويه، تلقاه يقعد زياده، لأن الوضع احيانا الموظفين كلهم يقعدون 12 ساعه، انت تقعد 4 ساعات 6 ساعات تمشي. انا احيانا اشوفه مي حلو. هذاك اليوم اذكر اني كنت صايم في 10 هذه الحجه وجابوني قعدت فوق، وانا ما بلغت احد اني صايم، ومع العمل وذا اذن المغرب ودخلنا على وقت بعدين افتكرت اني صايم ولا كل شيء. لما الله يختصك في امر هو خير، الله سبحانه وتعالى حطك في مكان هو يحب ان يراك فيه.